إذا كان كاين شي صوت أول ما كيتسمع كيخليك ترجع لزمن الأصالة، فهو صوت الفنانة المغربية القديرة فاطمة بنت الحسين، المرأة اللي سميتها ولات مرتبطة بفن العيطة الشعبية وخلات بصمة عمرها ما غادة تمحى من الذاكرة المغربية. فاطمة بنت الحسين ما كانتش غير مغنية، كانت راوية ديال الحكايات، وكانت كتنقل بلسانها أفراح الناس، أحزانهم، عشقهم وصبرهم. كل عيطة كانت عالم بوحدو، وكل كلمة كانت خارجة من القلب وواصلة للقلب بصوت قوي وإحساس صادق وقدرة نادرة على أداء العيطة. قدرت تبني مكانة كبيرة وسط كبار الفنانين، ولات عند المغاربة رمز من رموز التراث الشعبي الأصيل. العيطة ماشي غير غناء، العيطة تاريخ وهوية وذاكرة ديال البلاد كاملة، وفاطمة بنت الحسين كانت من أبرز الوجوه اللي حافظت على هذا الفن ونقلوه من جيل لجيل باش يبقى حاضر حتى اليوم. سنين طويلة وهي كتوقف فوق المنصات وكتحيي السهرات والمهرجانات، والجمهور كيردد معها الكلمات بحماس لأن صوتها كان كيعبر على روح المغرب الحقيقي. بفضل مسيرتها الفنية الطويلة ولات فاطمة بنت الحسين مدرسة في فن العيطة، وتأثر بها عدد كبير من الفنانين اللي جاو من بعدها، وبقات أعمالها كتسمع حتى اليوم وكتأكد أن الفن الصادق ما كيموتش. ورغم تبدل الأزمنة وتغير الأذواق بقى اسمها حاضر بقوة، لكنها اختارت طريق الأصالة وحافظت على الهوية الموسيقية المغربية بلا ما تبدلها. فاطمة بنت الحسين ما خلاتش غير أغاني، خلات إرث فني كبير وذكرى جميلة، وصوت كل ما سمعتيه كيذكرك بجمال المغرب والتراث ديالو والأصالة ديالو. شنو هي أكثر عيطة كتعجبك بصوت الفنانة بنت الحسين؟ اكتبها لينا في التعليقات، وما تنساش تشارك هذا الفيديو مع أي واحد كيعشق التراث المغربي الأصيل.